لك بقى على سر يغير تفكيرك عن كرة القدم في مصر ل5 سنين قدام. ده منتخب المغرب واللي لسه كسبان كاس العالم للشباب. اما ده بقى كابتن اسامه نبيه مدرب منتخب مصر للشباب، واللي طلع علينا وقال لك انه مستحيل يكسب نيوزيلندا واليابان بسبب فرق الامكانيات. سيبك منه. منتخب المغرب امبارح بيعمل انجاز كبير جدا جدا للكره العربيه، والتاني مره بفوزه بكاس العالم للشباب، وهو اللي طلع علينا قبل كده في كاس العالم 22 وخد مركز رابع كاكبر انجاز في تاريخ الكره العربيه لم يحققه اي فريق من قبله. طبعا مش هوصيك على اللايك والشير والكومنت لان ده اهم حاجه بالنسبه لي وقد ايه هو بيبسطني. تعالى بقى اقول لك على حاجه محدش هيقولها لك خالص في الاعلام وهيخبوها عليك. انت عارف وليد الركراكي دلوقتي في افريقيا عنده اختيارات قد ايه؟ بص معايا كده. واحد عنده منتخب كبير محقق رابع عالم. طب المنتخب الثاني عنده اسماء ولا اروع. يكفي ان اقول لك اقل لاعب فيهم بيلعب اهلي وزمالك وبيراميدز.